بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله مشاهدينا الأكارم. مثلت تعدد القراءات في الفكر السياسي الإسلامي لونا من ألوان تعدد حرية الفكر وتنوعه في مصادر المدارس الإسلامية التي أعطت المساحة الكفيلة في الخوض في أخطر المسائل. وفي هذا الإطار نستعرض سيرة الإمام الثامن من أئمة الهدى عليهم السلام. في 11 من ذي القعدة عام 148 ولد أبو الحسن علي بن موسى الرضا، لقب بغريب الغرباء كونه دفن في بلاد فارس بعيدا عن أرض آبائه. ولد الإمام الرضا في المدينة المنورة، ومنها انتقل إلى خراسان بضغط من المأمون لمنحه ولاية العهد مكرها. فبمجرد أن حسم المأمون حربه مع أخيه عام 198 وتحول إلى الخليفة بلا منازع، كان من أول تدابيره التفرغ لحل مشكلة العلويين وجهاد التشيع. ولأجل هذا الهدف أجبر الإمام الرضا القدوم إلى خراسان والضغط عليه لقبول ولاية العهد، والتي كانت عبارة عن لعبة سياسية من قبل المأمون للإطاحة بالتشيع كما كان يعتقد. مشاهدينا الأكارم، باسمكم أرحب بضيوف البرنامج، كل من الدكتور رحيم البهادلي من البصرة. مرحبا بكم معنا دكتور رحيم. حياكم الله. وينضم معنا من النجف الأشرف الدكتور نبيل الخاقاني الأكاديمي والباحث. مرحبا بكم معنا الدكتور الخاقاني. أهلا وسهلا بكم. حياكم الله. وينضم معنا عبر الهاتف سماحة الشيخ أسامة الرفيعي الباحث الإسلامي والخطيب. مرحبا بكم معنا سماحة الشيخ. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله ومرحبا بكم. البداية معكم فضيلة الدكتور الخاقاني، يعني كيف أسس القرآن الكريم لنظرية الإمامة، وما هي أبرز الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة؟ تفضلوا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. بهذه المناسبة الكريمة هي ولادة الإمام الرؤوف والإمام الرضا عليه السلام. أتوجه إلى صاحب الأمر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه والمراجع العظام والتهنئة بهذه المناسبة. نعم. القرآن الكريم والسنة النبوية، هنالك آية في سورة البقرة، نعم، يعني في آية 30 إلى آية 33 يقول الله سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. وهنالك آية أخرى في سورة البقرة نفسها، من إني جاعلك للناس إماما ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. نعم. الآية الأولى الله سبحانه وتعالى هي يعني منظومة إلهية دقيقة متكاملة إلى يوم القيامة، لا بأس. فالله سبحانه وتعالى من آدم عليه السلام إلى الأنبياء وإلى خاتم الأنبياء هو نعم. الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. يجب أن يكون بعد النبي أن يكون نعم. يخلفه هو الإمام. نعم. وقال رسول الأعظم للإمام علي عليه السلام: نعم، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وقال نعم. أيضا يعني إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي. إنه بمنزلة هارون من موسى. نعم. ولكنه لا نبي بعدي. نعم. فتقوم الإمامة مقام النبوة، وهي نعم. قول وفعل وتقرير. فهذا نعم. يبقى حتى يكون الوضع متكامل إلى نعم. يوم القيامة. هذا على مستوى السنة النبوية، لكن على مستوى القرآن دكتور، إني جاعل في الأرض خليفة. الله نعم. سبحانه وتعالى يجب أن يكون خليفة من يوم الخليقة إلى يوم القيامة. نعم. فهذه المنظومة الإلهية المتكاملة الدقيقة يجب أن يكون خليفة في الأرض. نعم. ويقول الإمام الصادق عليه السلام: لولا لم تكن يعني لو لم يكن إمام لساغت الأرض. نعم، لساغت الأرض بأهلها. فيجب أن تكون حجة في الأرض.
نعم. طيب الآية المباركة اللي تقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وكانت هذه الآية المباركة يعني بأسانيد معتبرة وجاءت عبر عشرات بل ربما مئات الطرق التي يعني من كلا الفريقين تؤكد على أن هذه هي التشريع الأول أو أحد التشريعات المهمة لعقيدة أو مفهوم الإمامة، أليس كذلك دكتور؟ نعم صحيح، كلامك صحيح. نعم. والآية المباركة الثانية في سورة البقرة، سورة يعني العفو آية 124. نعم. تقول إني جاعلك للناس إماما على نبي الله إبراهيم، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. نعم. الظالم لا يكون إمام. نعم. في كل الأمور، يعني حتى لو كانت بسيطة هي. نعم. فالإمام يعني كانت هي في عهد النبي وأهل بيته المنصوص عليهم. يعني الإمامة بالمفهوم العام عند المسلمين إنها أعلى درجات الولاية، يعني نعم. هناك عدة مراتب أو مراحل للولاية وإلى قيادة الأمة، والإمامة تعتبر هي نعم. في أعلى المراتب، أليس كذلك؟ نعم نعم، أن يكون نعم. يعني هو يعني هذا الذي فهمته من كلامك يا دكتور، أن يكون خليفة رسول الله سبحانه وتعالى وخليفة، لكن هو نبيه. يعني نعم. الاختلاف ما بينه وما بين النبوة لم ينزل عليه الوحي. نعم. وإنما موروث الأنبياء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب دعني أيضا يعني أسأل هذا السؤال أو أطرح هذا السؤال على ضيفي من البصرة الأستاذ الدكتور رحيم البهادلي الأكاديمي والباحث الإسلامي. دكتور البهادلي، مفهوم الإمامة أو كيف أسس القرآن والسنة لمفهوم الإمامة؟ تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نبارك للعالم الإسلامي والأمة الإسلامية ومراجعنا العظام هذه الذكرى الشريفة، ذكرى مولد سيدنا الإمام الرضا الثامن الأئمة المعصومين. في الواقع نعم، في الواقع الإمامة هي امتداد للنبوة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخلو الأرض من نبي أو إمام. نعم. وهذا كما صرح به أخينا الدكتور الخاقاني، نعم. أنه يجب أن لا تخلو الأرض من حجة. هذا المفهوم أيضا صرح به نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال للإمام الحسن عليه السلام إن هذا الأمر من بعدي لأبيك، فإن استشهد فلك، فإن استشهدت فلأخيك الحسين، فإن استشهد الحسين فلعلي. وبالتالي يعدد الأسماء إلى غاية الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف. نعم. نعم. طيب دكتور، يعني مفهوم الإمامة كما شرحه الدكتور الخاقاني وشرحته أنت أيضا جاء في الكتاب وجاء في السنة النبوية متواترا. هناك من يحاول أن يطعن بهذه العقيدة أو ينفي هذه العقيدة، وهؤلاء هم طبعا يدعون أنهم من المسلمين، ونحن لا نكفر أحد ولا يعني نخرج أحد من الملة. ما الغاية من وراء هذه الادعاءات الباطلة التي فندها الجميع، يعني من كل الفرق الإسلامية وأغلب الفرق الإسلامية فندت هذا ونفته ورفضته إلى اليوم؟ نعم. هذا التفنيد في الواقع هو دعما لقضية السقيفة. نعم. نحن نعرف أنه في قضية السقيفة غيب الإمام علي عليه السلام عن قضية الخلافة، فأريد لهذه القضية أن يكون هناك تأسيس. نعم. أن أبا بكر وعمر هم أحق بالخلافة من علي بن أبي طالب، باعتبار أن أبا بكر هو أكبر سنا من علي بن أبي طالب، وكذلك عمر بن الخطاب. فلو افترضنا
أن ما صرح به الرسول عليه الصلاة والسلام من أن قضية الإمامة هي واجبة لخلافة النبوة، فهذا يعني أنهم ينسفون خلافة أبا بكر وعمر بن الخطاب. نعم. طيب، أعود لكم ضيفي من النجف الأشرف الدكتور نبيل الخاقاني، الأكاديمي والباحث الإسلامي. كيف كانت ظروف ولادة الإمام الرضا عليه السلام؟ وهل من إشارات من أجداده عن ولادته واسمه وكنيته؟ هل هناك إشارات نبوية، هناك إشارات علوية عن ذكر ولادة الإمام الرضا عليه السلام؟ أنا يعني بالحقيقة كانت هي يعني رسالة الماجستير عن الإمام وولاية العهد نعم. رضا عليه السلام، فلم أجد يعني إشارات أو في المصادر التاريخية بأن يعني تنبأوا عن ولادة الإمام وعن صفات الإمام، لكن أعرف أنا بوفاة الإمام يعني الرسول قال بأنه ستدفن بضعة مني، نعم، في أرض خراسان. نعم. والإمام علي عليه السلام أيضا صرح بها القضية، والإمام الصادق ستدفن من ولدي. أما في ولادته لا لم يعني أجد أي إشارة أن تكون بها القضية هي موجودة. طيب، السؤال لضيفي من النجف أشرف عبر الهاتف، سماحة الشيخ أسامة الرفاعي، الباحث الإسلامي والخطيب. أرحب بك مجددا سماحة الشيخ الرفاعي. سماحة الشيخ الرفاعي، كيف أسس القرآن الكريم لنظرية الإمامة، وما هي أبرز الأدلة على ذلك؟ تفضلوا سماحة الشيخ الرفاعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أولا أبتدئ بالسلام عليك وعلى ضيوفك وعلى المشاهدين والمستمعين. ونود أن نستذكر هذه العقيدة، وهي عقيدة الإمامة، لأنها أصلا من أصول الدين، ولا يتم الإيمان بها إلا بالاعتقاد. كما نعتقد أنها كالنبوة، هي لطف من قبل الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون في كل عصر إمام هاد يخلف النبي في وظائفه. ولدينا على ذلك، على تأييد هذه النظرية، وهي نظرية الإمامة التي أسس لها القرآن الكريم كثير من الآيات القرآنية التي إن شاء الله سنتلوها على مسامعكم، أن نظرية الإمامة لا بد أن تكون بالنص من قبل الله تعالى، وليس لأي أحد في الوجود إلا أن يكون من قبل الله سبحانه وتعالى، أو من أعطاه الله ذلك، كالنبي صلى الله عليه وآله، أو الإمام الذي يكون قبل الإمام. بمعنى أنها ليست بالاختيار ولا بالانتخاب من الناس، إن شاءوا نصبوا أحدا وإن شاءوا عزلوه. الله تعالى يقول: ليس لك من الأمر شيء. ممكن أن نستذكر بعض الآيات القرآنية التي تؤيد هذه النظرية. الله سبحانه وتعالى في بداية خلقة الكون، خلقة الإنسان، قال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. والجعل هو من قبل الله سبحانه وتعالى. الآية الثانية، الله تعالى لما جعل إبراهيم إماما قال: إني، الله المتحدث، الله المتكلم، إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. الآية الثالثة، الله تعالى يقول: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. إذن هذه كلها الجعل يكون من الله، وليس بالانتخاب ولا بالشورى، وليس لأي أحد أن يعزل وأن ينصب. الآية الرابعة، الله تعالى يقول: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. إذن الجعل من حيث المبدأ هو من الله تعالى. كذلك الآية الخامسة على لسان موسى ابن عمران عليه السلام، ماذا يقول؟ أجعل أنت يا ربي. أجعل ليس لي أنا أن أجعل هارون أخي أبدا، واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي، إلى آخر الآية. وغيرها من الآيات التي أسس القرآن الكريم لنظرية الإمامة بأنها هي جعل ونص من قبل الله سبحانه وتعالى.
الآية السادسة يقول الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا، الجعل من الله، كما أن الله سبحانه وتعالى آتى موسى الكتاب، يقول: وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا في سورة الفرقان، وغيرها من الآيات التي لعله لا يسع المقام إلى ذكرها. وممكن المتطلع إلى القرآن الكريم والمتفهم لهذه النظرية من حيث المبدأ أنها جاءت، يعني التنصيب يكون من قبل الله سبحانه وتعالى، وليس لأي أحد في الوجود أن يعني يختار أو ينتخب. قال الله تعالى أيضا في آية أخرى: نعم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إذن الاصطفاء من الله سبحانه وتعالى. طيب نذهب إلى فاصل. مشاهدينا الأكارم انتظرونا بعد هذا الفاصل. قال الإمام علي الرضا عليه السلام: رحم الله عبدا أحيا أمرنا. قيل: كيف يحيي أمركم؟ قال عليه السلام: يتعلم علومنا ويعلمها الناس. قال الإمام علي الرضا عليه السلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. قال الإمام علي الرضا عليه السلام: من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآله، فإنها تهدم الذنوب هدما. حياكم الله مشاهدينا الأكارم، ها نحن وإياكم وهذه الحلقة من برنامجكم قراءات في الفكر الإسلامي. معنا من النجف الأشرف الدكتور نبيل الخاقاني الأكاديمي والباحث، ومعنا من النجف الأشرف أيضا عبر الهاتف سماحة الشيخ أسامة الرفيعي الباحث الإسلامي والخطيب، ومعنا من البصرة الدكتور رحيم البهادلي الأكاديمي والباحث. بالعودة لكم دكتور رحيم، كيف كانت ظروف حياة الإمام الرضا عليه السلام رغم ابتعاد أبيه الكاظم عليه السلام؟ يعني الإمام الكاظم معروف أنه بقي 15 عاما أو أكثر في سجون هارون. كيف كانت حياة الإمام في تلك الفترة؟ تفضلوا دكتور. في الواقع حياة الإمام الرضا وهو في المدينة كانت تقريبا شبه حياة طبيعية، لأننا نعرف أن الإمام الرضا عليه السلام قبل ذهابه إلى طوس لم يمارس حياة سياسية، وإنما كان متجها اتجاها دينيا باعتباره إماما معصوما لطائفة كبيرة من العالم الإسلامي وهم الشيعة. فانشغل الرجل بالعلم والمعرفة ومساعدة الفقراء والمحتاجين في الوقت الذي نرى فيه أن أنظار السلطة العباسية لم تكن متوجهة للرضا، وإنما كانت متوجهة نحو أبيه الإمام الكاظم، لأن الإمامة وإن كان منصوصا عليها بالنص فردا من الأئمة عليهم السلام، إلا أن هذه القضية فيما يبدو كانت محصورة في البيت العلوي، إذ لا شك أن لا أحدا كان يعرف من هو الإمام بعد الإمام الكاظم. فلذلك كانت حياة الإمام الرضا تقريبا حياة شبه طبيعية، مع العلم أن هناك مراقبات طبعا سرية من قبل السلطة العباسية. الرجل نعم شأنه بقية العلويين، وخاصة محمد بن جعفر الصادق وعدنا محمد بن إبراهيم الحسني وغيرهم الكثيرون من كانت عين السلطة العباسية تراقبهم على مدار الوقت. نعم. طيب دكتور، يعني الأئمة عليهم السلام معروف عنهم، وهذا ما عرفه أيضا الحكومة العباسية، عرفت أن الأئمة الذين هم أئمة الشيعة وكان الشيعة يلتفون حولهم ويعتقدون بإمامتهم أنهم لم يحملوا سيفا خلال فترة بني العباس، وهناك ثورات حصلت علوية سواء من أبناء الحسن عليه السلام. يعني لماذا هذا التعامل بهذه الريبة مع الأسرة العلوية رغم أنهم يعلمون أنهم مسالمون ولا يريدون الثورة؟
في الواقع السلطة العباسية كانت تميز في فرعين من البيت العلوي. نعم. هناك فرعا ثائر وهناك فرعا متجه اتجاه العلم. الفرع الثائر هو الفرع الحسني، أبناء الحسن. نعم. عبد الله بن المحض الحسني. وإذا ما قرأنا الثورات العلوية التي حدثت وخاصة في أيام المأمون نجد أن هذه يعني إبراهيم بن عبد الله ومحمد بن طباطبة وغيرهم نعم. الكثيرون هم من الفرع الحسني. نعم. هذا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الفرع الحسيني اللي هم من أبناء الحسين عليه السلام وجميع الأئمة هم لم يمارسوا نشاطا سياسيا. نعم. ولكن السلطة العباسية كانت تعتقد أن الفرع الحسني مدعوما سياسيا ودينيا من الأئمة عليهم السلام. هذا نعم. من ناحية. ومن ناحية أخرى كانت السلطة العباسية ترى في الأئمة عليهم السلام منافسا قويا قد ينقض على السلطة العباسية في أي لحظة، فلذلك كانت السلطة العباسية تراقب عن كثب الأئمة عليهم السلام مع أنهم لم يمارسوا نشاطا سياسيا. نعم. وخير دليل دكتور يعني الإمام أبو حنيفة كان قد أفتى بضرورة الخروج في ثورة محمد نفس الزكية. نعم. وأخيه. والإمام الصادق عليه السلام أو الإمام الباقر يعني كانوا في تلك الفترة لم يصرحوا ولم يبدر منهم أي موقف تجاه الثورة، ثورة أبناء الحسن. نعم. هذه الريبة يعني هل هي كانت نوايا مبيتة للإيقاع أو البحث عن نقاط ضعف لدى الأئمة في سلوكهم يعني مع وتعاملهم مع الدولة؟ هو عفوا طبعا الحكام العباسيين كانوا أذكياء جدا. نعم. كانوا يدركون تماما أن الفرع الحسيني وهم المسالمون هم أخطر من الفرع الحسني الذين كانوا يحملون السيف. نعم. لأن مقارعة العلم والقلم هو أخطر من مقارعة السيف. هذه نقطة مهمة. نعم. نعم. فلذلك كانت أنظارهم متوجهة إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام أكثر مما كانت موجهة إلى الثائرين. الثائرين ممكن التعامل معهم، وقد استطاعت الدولة العباسية من القضاء على جميع الحركات السياسية والعسكرية التي قام بها العلويين على مر يعني التاريخ سواء العباسي. كانت علوية أو غير علوية. علوية أو غير علوية. هو المشكلة أنه حتى الثائرين غير العلويين إذا أريد لثورة أن تنجح لابد أن تعتمد على الفرع العلوي. نعم. هذه طبعا تعطيها صبغة شرعية أمام طيف واسع من العالم الإسلامي. نعم. نعم. بالعودة لكم ضيفي من النجف الأشرف الدكتور الخاقاني. الدكتور الخاقاني يعني محمد بن سنان وصف حالة الأوضاع زمن تولية الإمام الرضا عليه السلام الإمامة، قال وسيف هارون كان يقطر الدم. يعني كيف استطاع الإمام يعني رغم هذه القسوة وهذه البشاعة وهذا الجبروت في الحكم العباسي أن يعيش في تلك الفترة وأن يلتقي بأصحابه وأن يوصل مفاهيمه ودروسه إلى شيعته وإلى أبناء الأمة الإسلامية؟ كيف استطاع يعني رغم ذاك الظرف الحرج؟ نعم. ضيفك الكريم أوضح القضية. الإمام الرضا عليه السلام لم يتصدى إلى الجانب السياسي، وإنما اتجه إلى الجانب الفكري. هذا جانب. الجانب الآخر الإمام الكاظم عليه السلام عندما أن يكون نصب الإمام الرضا عليه السلام ليكون من بعده بعد استشهاده أوصى أصحابه بأن يعني يعلن الإمامة. نعم. الإمام الرضا عليه السلام من سنة 183 إلى سنة 187 بعد 4 سنوات. هذه ال4 سنوات أكيد الأئمة عليهم السلام هم يعلمون من الله. نعم. وأن يكون حفاظا على الإمام. نعم. لأنه كان البرامكة كانوا من أشد أعداء الأئمة عليهم السلام، وكان نعم. يحيى البرمكي دائما يوشي بالإمام الرضا عليه السلام. نعم. لكن هذه النكبة حدثت في سنة 187 للهجرة. نعم. وأصبحت يعني البرامكة بعيد عن
عن السلطة وانتهى دورهم. هذا جانب. وأكو قول إلى الإمام رضا عليه السلام: جرأني على ما هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخذ أبو جهل من رأسي شعرة فاشهدوا إني لست بنبي، وأنا أقول لكم إن أخذ هارون من رأسي شعرة فاشهدوا إني لست بإمام. نعم. فالإمام رضا عليه السلام لم يتعرض إلى الجانب السياسي، وإنما بعد نكبة البرامكة أعلن بأنه أن يكون الإمام المنصب بعد أبيه الإمام الكاظم عليه السلام. إضافة إلى ذلك، هارون عندما يقال له بأنه الإمام رضا أن يكون هو الإمام من بعده، فأجابهم في كثير من المناسبات: إني لم أتعرض إلى رضا عليه السلام. نعم. وإنما يعني بالأمس قتلت أبيه، نعم، واليوم أقتله. فكان يعني يبتعد ابتعاد عن قضية الإمام. الأسباب يعني رضا وراء عليه السلام. ابتعاد الرشيد هارون رشيد العباسي عن قتل الإمام الرضا، يعني هل هو الورع؟ يعني هل أصبح ورعا إلى هذا الحد يعني أبداً بعد استشهاد الإمام الكاظم؟ يعني وهو الذي قتل العشرات بل المئات من العلويين؟ بلي لا، هو ضعف الدولة يعني نعم. بعد ما نكبت البرامكة وضعف الدولة في يعني الوضع الداخلي الموجود، ابتعد عن قضية قتل الإمام الرضا عليه السلام. نعم. هذا الشيء أن يكون يعني يبتعد عن، وفي أكثر من مرة يقول إني بعيد عن علي بن موسى الرضا. وإضافة إلى ما قال الدكتور، هو ابتعاد الإمام عن الجانب السياسي، وإنما والاتجاه إلى يعني محاورة الغلاة، الجانب الفكري، نشر فكر أهل البيت عليهم السلام. كان هذا يبعد هارون الرشيد عن الإمام رضا عليه السلام في وقته. نعم. إلى سنة 193 للهجرة. نعم. طيب، أذهب لضيفي من النجف عبر الهاتف، سماحة الشيخ أسامة الرفيعي. سماحة الشيخ الرفيعي، ما هي الحكمة من قبول الإمام الرضا لولاية العهد، خاصة أن هناك فكرة سائدة أن الأئمة لا يليق بهم التصدي للأمور السياسية، أو أنهم يرفضون الأمور السياسية باعتبار أن المسؤولية عليهم مسؤولية علمية كبيرة للأمة الإسلامية؟ ما هي يعني السبب الذي جعل الإمام أن يكون بهذا، أن يقبل بهذا؟ هذه الدواعي التي ذكرتها لكم، منها من كانت هي مجبور الإمام صلوات الله وسلامه على قبولها، وهو الإكراه. والأمر الثاني والثالث الذي هو استطعنا أن نقول أنه تصدي الإمام وحفاظ الإمام على شريعة سيد المرسلين هو الذي دعا الإمام أن يتصدى لقبول هذه الولاية، لكي لا تحرم الأمة الإسلامية من عطاء وفكر الإمام، ولكي يبعد كل الانحرافات ويتصدى للذين أرادوا أن يدخلوا ما ليس في الدين في الدين. وأنتم إذا يعني للمشاهدين كتاب الاحتجاج حافظ لهذه المناظرات. إذن أراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يحفظ بيضة الإسلام بأن ينتقل من مدينة جده إلى تلك المدينة وهي مرو. وقد قال الإمام في كلامه إلى المأمون، قال: أنا لا أأمر ولا أنهى ولا أعزل ولا أنصب، ولكن الإمام صلوات الله عليه رأى مشروعا إصلاحيا كبيرا رساليا على عهدته بأنه يقبل هذه الولاية، ولكن بشروط هو يراها صلوات الله عليه، وقد نجحت هذه، نحمده ونشكره. وأراد يعني دواعي المأمون التي أراد أن يوقع الإمام صلوات الله وسلامه عليه عدة دواعي للمأمون، في أن أولا أن يبقي الإمام تحت أنظاره، لأن الإمام صلوات الله كانت له حركة سياسية فكرية ثقافية، كانت حركة تربوية عبأ بها الأمة وجعلها على مستوى عالي من الإعداد. الأمر الثاني الذي أراد المأمون من قبول أو عرض ولاية العهد على الإمام الرضا هو إسقاط الإمام من أعين الناس، حتى لا يقال أن الأئمة
كانوا من طلاب الآخرة وكانوا زاهدين. هذا علي بن موسى الرضا لما عرضت عليه الولاية هو سرع وأسرع وهرع إليها تاركا مدينة جده لاهثا خلف الخلافة والولاية، معاذ الله على الإمام، ولكن أراد أن يعطي رسالة إلى بعض الذين لم تتشرب قلوبهم بمعارف الإمام بأن يزعزعوا عقائدهم بالإمام، وأن يقولوا أنهم ترى طلاب دنيا، وأنهم ليس همهم هو إصلاح الناس، وإنما همهم الكرسي والعرش. طيب نذهب إلى فاصل. مشاهدينا الأكارم انتظرونا بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الأكارم حياكم الله، نحن وإياكم مستمرون، وهذه الحلقة السؤال لكم ضيفي من البصرة الدكتور رحيم البهادلي الباحث الإسلامي والأكاديمي. دكتور رحيم، يعني كما تفضل سماحة الشيخ من النجف الأشرف، يعني ما هي الحكمة من قبول الإمام الرضا لولاية العهد، خاصة أن هناك فكرة أو قاعدة لدى الإمامية أن الأئمة لا يليق بهم التصدي للأمور السياسية أو يرفضون الأمور السياسية باعتبار أن المسؤولية هي مسؤولية كبرى وعظمى الملقاة على عاتق الأئمة، قيادة الأمة وخلافة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. تفضلوا دكتور. حقيقة القضية ليست كما تصور. الإمام الرضا عليه السلام فرضت عليه ولاية العهد ولم يقبلها بنفسه. نعم. وهذه القضية لا يمكن فهمها دون الرجوع إلى أيام هارون العباسي. نعم. في الواقع جيد. اتبع هارون العباسي نمطا آخر في السياسة لغرض الحفاظ على الحكم في البيت العباسي، وهو أنه أعطى ولأول مرة ولاية العهد لثلاثة من أبنائه. نعم. محمد ولقبه بالأمين، وعبد الله ولقبه بالمأمون، والقاسم ولقبه بالمؤتمن. نعم. فماذا حصل؟ الذي حصل هو أن الكتل السياسية نعم كل كتلة انضوت أو التفت حول أمير من الأمراء. نعم. على سبيل المثال الأمين محمد الأمين والدته زبيدة امرأة عربية. نعم. التف العرب حول الأمين أو بنو هاشم. أما المأمون والدته مراجل، وكانت أحدى الخدم نعم. في القصر العباسي. نعم. امرأة فارسية، فلذلك التف الفرس حول المأمون. نعم. وهذان القطبان قد شكل مرحلة جديدة في التاريخ العباسي. فمثلا على سبيل المثال لدينا الفضل بن الربيع وعلي بن عيسى بن ماهان وزبيدة وبنو هاشم كانوا هم المتحكمين بالمأمون، والفضل بن سهل وطاهر بن الحسين والحسن بن سهل وهرثم بن عين التفوا حول المأمون. نعم. ولعب كل من هؤلاء دورا كبيرا في تسيير الأمور لصالحهم. نعم. وكان هذا الالتفاف حول الأمين والمأمون هو السبب في ما حصل فيما بعد، يعني إشعال الفتنة والحرب نعم. بين الأمين والمأمون. المهم هذا ليس موضوعنا، المهم أنها حدثت حرب نعم. بين الأمين والمأمون، وكان المحرض الأساسي لهم هم الفضل بن الربيع كان يحرض الأمين، والفضل بن سهل كان يحرض المأمون، وانتهت القضية بمقتل الأمين. في هذه الفترة نحن نعرف في لحظة ضعف الدولة تحدث هناك انتفاضات وثورات كبيرة. نعم. في الواقع استغل الشيعة واستغل العلويين حالة الضعف والانهيار التام في الدولة آنذاك، فقاموا بثورات كبيرة جدا، جزء نعم. منها منها في اليمن، وجزء في البحرين، وقسم آخر في الحجاز في مكة وفي المدينة، وقسم في البصرة، وقسم في مكة، حتى ليبدو للناظر للتاريخ آنذاك أن الدولة سقطت تماما. حتى في أذربيجان أيضا كان هناك حتى في أذربيجان. نعم. في أحسنت في النشر الإسلامي. فكان هذا أحد الدوافع الأساسية التي جعلت المأمون يفكر مليا في أن يجد هناك شخصية علوية مقبولة يرشحها أما للخلافة أو لولاية العهد لأهداف،
أول تلك الأهداف لإسكات تلك الثورات، ثانيا لتسقيط تلك الشخصية العلوية وهو قد وجدها في الإمام الرضا عليه السلام، وثالثا لحال العامة بأن الإمام الرضا لم يكن بالرجل الزاهد والعابد. نعم. النقطة المهمة في هذه القضية هو أن المأمون في هذه الفترة كان في مرو في خراسان، والإمام الرضا في المدينة. الإمام الرضا لم يذهب من تلقاء نفسه إلى مرو، وإنما ألقي القبض عليه من قبل المأمون، وأؤكد وأكرر ألقي القبض عليه من قبل المأمون. نعم. الروايات التاريخية تشير إلى أن المأمون بعث رجاء بن أبي الضحاك. نعم. ورجاء بن أبي الضحاك كان أحد كبار قادة المأمون. وحينما نقول أنه بعث بهذا القائد الكبير، هذا يعني أن هناك أعداد غفيرة أو فرقة كبيرة من الجيش قد ذهبت مع هذا الرجل. نعم. روايات أخرى تشير أن هناك قائد آخر أيضا كبير يسمى الجلودي، هو من أحضر أيضا الإمام الرضا إلى مرو. نعم. بعض الروايات التاريخية تشير إلى أن الجلودي أصلا كان موجود في الحجاز لقمع ثورة محمد بن جعفر الإمام الصادق عليه السلام، ولكنه ما أنقضى على هذه الثورة حتى صدرت إليه الأوامر بالانضمام إلى رجاء بن أبي الضحاك، وأمرهم بجلب الإمام الرضا عن طريق البصرة وليس عن طريق الكوفة. نعم. لأن الكوفة كانت موالية تماما لآل البيت، وأما البصرة أيضا كانت موالية ولكن كانت بنسبة أقل من ولاء الكوفة لآل البيت. هذه نقطة. والنقطة الثانية هو أن مدينة البصرة هي مدينة تقع على رأس الخليج العربي، وكانت تشكل موردا ماليا للدولة العباسية، وكانت الدولة العباسية تنظر إلى البصرة بنظرة تختلف عن بقية المدن الأخرى. ربما أيضا الطريق كان أكثر قربا. نعم. أو نريد أن نقول أنها كانت تولي على البصرة أفرادا ولاة من البيت العباسي حصرا. نعم. فلذلك نقل الإمام الرضا عن طريق البصرة يكون مضموما وخالي من المخاطر فيما لو ذهب عن طريق الكوفة. نعم. حينما وصل الإمام الرضا وهو ملقي القبض عليه في الواقع، استقبله المأمون هناك استقبالا كبيرا ضخما للإيحاء للناس أنه ما جاء إلا زائرا، وأنزله قصرا كبيرا إلى جانب طبعا قصر المأمون. نعم. وعرض عليه في اليوم الأول مسألة الخلافة، أو أن المأمون أراد أن يستخرج ما في داخل الإمام الرضا من نوايا. عرض عليه الخلافة في هذا الأمر، لكن الإمام الرضا رفض. ثم عرض عليه ولاية العهد، ولكنه أيضا رفض. ولكن فيما بعد قام المأمون بتهديد الإمام الرضا، هدده بالقتل إن لم يقبل. فلذلك قبل الإمام الرضا، وله قول طبعا في هذا الصدد، يقول أن الله سبحانه وتعالى أوصاني، طبعا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصاني بعدم التهلكة، لأن رفض قضية ولاية العهد من قبل المأمون هذا يعني انتحار بحد ذاته. نعم. نعم. طيب دكتور، يعني لو يعني من يراجع التاريخ يجد أن هناك محطات أيضا ربما دست دسا على أو أرادت أن تجعل من المأمون أن تجعل له وجها مشرقا. هناك مناظرات للمأمون مع علماء المدارس الإسلامية المختلفة، وبعد أن انتصر عليهم بإحدى المناظرات التي كان فيها إسحاق بن إبراهيم ذلك العالم الكبير في بغداد، قال المأمون إنني أنا أوالي علي بن مرسى الرضا، وإنني أريد أن أكون يعني على الخط العلوي. هل هذه حقائق أم أنها زيفت عبر التاريخ؟ أولا المأمون لا يمثل تيارا فكريا. نعم. حقيقة حتى أنه لا يمثل المعتزلة. وحينما تبنى قضية خلق القرآن، ففي الواقع قضية خلق القرآن لا تمثل رأي من آراء المعتزلة بقدر ما أنها تمثل رأي المأمون الخاص. نعم. هذه قضية. القضية الثانية أن المأمون آنذاك كان يناغم أهل بلاد فارس. نحن نعلم
أن بلاد فارس نعم كان اتجاهها علوي شيعي، نعم في حين أن أهالي بغداد كان اتجاههم على مذهب العامة. نعم. فلذلك وجد المأمون مقبولية كبيرة جدا في جعل الإمام الرضا وليا للعهد. نعم. طيب. وحينما أراد أن ينتقل إلى بغداد، أهالي بغداد قالوا لا ننكر أنك الخليفة الشرعي وأنك ابن هارون العباسي، نعم. ولكن إن أردت أن تصبح خليفة فعليك بالفضل بن سهل وعليك بالرضا. فلذلك قام بتصفية الفضل بن سهل يعني يبدو أن هذه الأخبار وهذه الأحاديث وهذه الروايات هي حتما كلها مزيفة. نعم. وكلها موضوعة، لأن نعم. التاريخ كتب في أيام بني العباس. طيب. نعم. نعم. بالعودة لكم ضيفي من النجف الأشرف الدكتور نبيل الخاقاني. دكتور نبيل، يعني سؤال أيضا لكم، ما هي الأسباب التي جعلت الإمام رضا يقبل بولاية العهد دكتور؟ نعم. مثل ما تفضل الدكتور رحيم، هذا السرد التاريخي بقضية نعم. قبول يعني الإمام رضا عليه السلام لولاية العهد كرها وتهدد بالقتل، لكن هنالك مكتسبات إلى القبول على ولاية العهد. ولو كان غير الإمام تولى ولاية العهد قد يكون يعني يخطأ بكثير من الأمور أو قضايا يعني قضايا الدنيا يحبها. طيب لكن نعم. الإمام رضا عليه السلام نعم. استفاد بالقبول لولاية العهد مكرها بعدة أمور. نعم. يعني هو الإمام طوعها لأمور إيجابية بينما كان الحاكم يذهب إلى أمور سلبية. دكتور، يعني في زمن الإمام رضا ظهرت فرقة الواقفة المنحرفة. إذا تسمح لي يعني أوضح نعم. لك الوقت يضيق علينا، تفضل يا دكتور. نعم. بدقيقة. نعم. اعتراف المأمون بأحقية أهل البيت عليهم السلام. نعم. ثانيا، وظف الإمام رضا عليه السلام وسائل الإعلام لصالح الإمام. نعم. حرية الإمام في المناظرات لأهل الأديان والمذاهب كانت في حين في البلاط العباسي كما ذكر الدكتور رحيم. نشر مفاهيم أهل البيت وفضائلهم في ولاية العهد. نعم. وحقن دماء أهل البيت، يعني نعم. ثورة أبو السراي في الكوفة كانت من أعظم الثورات الموجودة، وكانوا نعم. أخوة الإمام هم في الثورة. نعم. فعندما كان ولي للعهد أعفى عن كل الولاة وأصبحوا أخوة الإمام. يعني هذه نقاط إيجابية. ولاة في الكوفة وفي البصرة. طيب. وكثير من الأمور الموجودة. نعم. هذه يعني هاي نعم. المكتسبات من ولاية العهد جيد. في حين جيد. دكتور، السؤال يعني لكم أيضا يعني نعم. دكتور الخاقاني، يعني زمن الإمام رضا ظهرت فرقة الواقفة التي أحسن. توقفت عند الإمام نعم. الكاظم عليه السلام. نعم. أسباب هذه الفرقة، ظهور هذه الفرقة، هناك من نعم. يقول إنها من أجل المال الذي كان بحوزتهم نعم. حتى لا يعيدوه أو ينفقوه على مستحقيه، ومنهم من قال أن الأمر كان عقائديا، ومنهم من نعم. قال أن الأمر كان سياسيا. ما هي نعم. الأمر يعني الأصح أو الأقرب إلى المنطق؟ نعم. ظهرت هذه الفرقة الضالة، الفرقة الواقفة، بعد وفاة نعم. الإمام الكاظم عليه السلام. نعم. وكانت أموال، يعني كانوا من أبرز فرقة الواقفة هو علي بن أبي حمزة البطائني. نعم. وكان لديه أموال خاصة إلى الإمام الكاظم عليه السلام. نعم. وزياد القندي. نعم. كيف تعامل معهم الإمام الرضا؟ والإمام يعني عندما يعني أن يسترجعون هذه الأموال قالوا إلى الإمام بأنه الإمام لم يمت وإنما نعم. رفع إلى السماء. نعم. وعندما حاججهم بأنه الإمام مات ودفن وتوزعت الميراث قالوا لم يعني يأمرنا بذلك. نعم. فجحدوا على الإمام
بأنه إرجاع هذه طيب أنا يعني نفس السؤال لضيفي إذا تسمح لي حتى أكمل الدكتور رحيم، ربما لديه تعليق أيضا. كان هو قضية مادية. نعم. يعني جانب ليس عقائدي، وإنما كان هو جانب مادي. أنكروا على الإمام رضا ميراثه الخاص. نعم. طيب دكتور رحيم، يعني أسباب ظهور هذه الفرقة وكيف تعامل معها الإمام رضا بدقيقة، ولو أن الوقت لا يسمح لذلك، هذه يعني هذا الموضوع بحاجة إلى بحث كبير. تفضل دكتور. نعم، في الحقيقة الواقفة هي ليست فرقة. نعم. لأن الفرقة لها آراء ولها معتقدات ولها مبادئ. يعني نعم. حينما نتحدث عن المرجع ولو آراءهم كلها خاطئة، هم يقولون أن ما يرتكبه الإنسان من آثام ترجع إلى يوم الحساب. نعم. القدرية أيضا لها آراء، وبقية الفرق لها آراء ومعتقدات. لكن فرقة الواقفة هي ليست فرقة عقائدية، وإنما هم مجموعة هم يقولون نحن من أصحاب الإمام لكن الكاظم. دكتور رحيم، يعني هذه الفرقة أنجبت عدد من الفرق. نعم، فيما بعد. يعني نعم. هسه احنا على سبيل المثال مثل الخوارج. نعم. الخوارج ظهروا كقوة عسكرية، وفي العصر الأموي أصبحوا فرقة لها آراء ولها معتقدات. فيما بعد نعم ظهرت. نعم. لكن في بادئ الأمر هم توقفوا عند الإمام الكاظم. وعلى فكرة عندنا بعدين فرقة هم سموها الواقفة، توقفوا في عهد الإمام الهادي. نعم. وعندنا فرقة توقفوا عند العسكري. نعم. وعند فرقة توقفوا قبلها عند الصادق. لكن بالذات هؤلاء كانت لديهم أموال. هذه الأموال كانت محبوسة لدى هؤلاء. وكان الإمام الكاظم آنذاك مسجونا. لما مات أو استشهد الإمام الكاظم عليه السلام، قالوا طالبهم الإمام الرضا بهذه الأموال، فقالوا أن الإمام الكاظم لم يمت وإنما غاب، وأنه القائم الحجة المنتظر، وهو الذي سيعود وسيملأ الأرض عدلا وقسطا بعد أن ملأت ظلما وجورا. هذه ليست مبادئ دينية أو معتقدات، وإنما طمعا بالأموال. وبالذات كان من هؤلاء عندنا عثمان بن عيسى وعندنا حيان السراج. هؤلاء بعدين ضايقهم الإمام الرضا عليه السلام فتابوا وأرجعوا هذه الأموال وانتهت القضية. لكن فيما بعد فيما يبدو استغل بعض ضعفاء النفوس وطوروا هذه القضية. وحتى أنه الآن اللي يقرأ كتب الفرق الإسلامية يجد أن هذه الفرقة مبادئ ومعتقدات، ولكنها في الواقع يعني طورت هذه المبادئ فيما بعد. طورت نعم. طورت لكن لا أساس لكن الأصل أنهم تابوا كما تفضلتم. نعم، وأعادوا الأموال للإمام. طيب تابوا وانتهت القضية في عهد الإمام الرضا. أذهب لضيفي من النجف أشرف عبر الهاتف، الشيخ الرفيعي. سماحة الشيخ الرفيعي، هل كانت فترة ولاية العهد للإمام الرضا فرصة لشيعته لاستعادة توازنهم السياسي في مجابهة الأفكار المنحرفة ونشر علومهم والاستعداد للقيام بثورات ضد الحكومات العباسية فيما بعد؟ تفضلوا سماحة الشيخ. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه الذي دعا إلى قبول ولاية العهد، بعدما بين الإمام بأن هذه الخلافة لم تكن خلافة شرعية، وإنما تقمصت هذا الدور باستخلافها بالوراثة من بني العباس. من دواعي قبول الإمام الرضا لولاية العهد هي عدة أمور. أولا الإكراه الذي جرى على الإمام صلوات الله، حيث أن المأمون أرسل جيشا جرارا، فإذا حصل الامتناع من قبل الإمام صلوات الله عليه يعرض الإمام إلى التصفية. والإمام صلوات الله وسلامه عليه لا ينظر إلى هذه المسيرة الإلهية والمسيرة الإصلاحية أن تتم بهذا المعنى، ولكن الإمام أكره وأجبر على أن يقبل ولاية العهد. ولذلك لدينا شواهد كثيرة بأنه كان مجبورا صلوات الله وسلامه عليه، ودع قبر جده المصطفى صلى الله عليه وآله وقبور أجداده بعواطف جياشة، تاركا مدينة جده ذاهبا إلى عاصمة الخلافة مروه الأنبياء. وهذا هو أحد الأجوبة التقليدية التي نسمعها. الأمر الثاني الذي دعا الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قبول ولاية العهد هو أن الإمام أراد أن يتصدى لحوار الحضارات
لأن الحضارات أخذت تختلف إلى تلك العاصمة وهي عاصمة مروه، فكانت مقصدا لكل الحضارات، ونشطت الحركات والتراجم كالتراث اليوناني والإغريقي وغير ذلك من الاتجاهات والأفكار. فالإمام أراد التصدي لهذا الغزو الفكري والثقافي، وأراد أن يهيئ الأجواء للحضارات بأن يكون الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يجيب عن تلك الشبهات وعن تلك التي تحاول أن تحرف الأمة عن مسيرتها الإصلاحية. فتصدى الإمام لتلك المسؤولية التي بها يحفظ الدين وتحفظ شريعة سيد المرسلين، لئلا تحرم البشرية من هذه العلوم والمعارف الإلهية التي كانت للأسف الشديد دخيلة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله فكرا وسلوكا ومنهجا. شكرا لكم سماحة الشيخ الرفيعي من النجف الأشرف. وبهذا مشاهدينا الأكارم، كان الإمام رضا عليه السلام يحمل مشروع جده الإمام الحسين عليه السلام، مشروع إصلاح الأمة مما علق بفكرها وثقافتها من بدع وأضاليل، فاستخدم لغة المناظرة والحوار مع الآخرين لدحض حججهم وأوهامهم. وكم دخل إلى الفكر الإسلامي من أفكار منحرفة، تارة على مستوى العقيدة الإسلامية العظيمة، وتارة أخرى على مستوى مدرسة أهل بيت النبوة عليهم السلام. فقد كان عليه السلام مقتفيا أثر جده أمير المؤمنين عليه السلام في التصدي للزنادقة والهراطقة والملاحدة، إضافة إلى علماء الديانات السماوية الأخرى. فسلام على شمس الشموس يوم ولد في مدينة جده، ويوم استشهد في بلاد الغربة، ويوم يبعث حيا. شكرا لك.